بعد بسم الله الرحمن الرحيم نشكركم على الزياره اللي درتونا. سقسيتونا على الفرق الشبانيه. احنا من الاول سطرنا برنامج اللي باش نكونوا فروق تنافسيه تاعنا في اللجان تاعنا، باش نكونوا خزان نخدموا ينباط باش نمدوها للاكابر منا نخدموا مع المدى البعيد وعلى المدى القصير. هذا هو الشيء اللي جينا، الشيء اللي جينا على جبل مرك. هذا مرك. بسم الله الرحمن الرحيم. كما هو معروف، جمعية الخروب مدرسة قديمة منذ تأسست سنة 1927. كونت أجيال رياضية على مستوى عالي وعالي جدا. نتمنى إن شاء الله في هذه السنوات الأخيرة أن تكون بادرة خير لتكوين فريق مستقبلي من أبناء المدينة. وكما رانا نشوف إن شاء الله هناك بوادر لتكوين فريق مستقبلي إن شاء الله، بداية من فريق الإشبال الذي وصل إلى دور الثمن النهائي من كأس الجمهورية، وأبان اللاعبين عن مستويات عالية جدا فنيا وتقنيا وتكتيكيا. مناصر وفي جمعية الخروب منذ 64 الله يبارك من 64 وانا في رئيس كاس. الفرق او واش راك تشوف فيه في هذا الموسم بالنسبه للجمعيه؟ الموسم تاع جمعية الخروب هذا راهو موسم فاشل، فاشل من البلدية، من الديجيات، من كل وراه راه كل وراها ديجا راهم يكسروهم تكسير اللي ما كاينش نظير تاعها. كل واحد مداير ليستا ويحاول يلعب تاعو. واش هي الحلول اللي تمدها؟ الحلول اللي مدها ما مالش وحده. هذه جمعية الخروب ماهيش جمعية تاع فلان ولا فلان، راهي جمعية الخروب. يكونوا متوحدين ويعاونوا الفريق، يهزوا الفريق تاعهم، ما يجيوش الناس من برا يهزوا الفريق تاعهم. هذا هو الشيء اللي رانا نطلبوه، يكونوا يد واحدة. عندنا جمعية الخروب هذه واحدة في تاعنا، ما عندناش ليها. هي النصائح النصائح نطلبوا من البلدية تعاونهم، والولاية ما تجيش، راهي الدنيا حابسة كل. واللاعبين واش بالنصيحه؟ اللاعبين نقول لهم حطوا رجليكم، ما تحوسوا غير الصوار برك. الجمعية رايحة الواد وانتم ما تحوسوا غير هاتوا الصوار. المدرب ذاري كيف الأنصار ما كاينين مليح، ما عليهمش. الأنصار يشتروا الجمعية تربح، كاش واحد يجي يحوسها تخسرها.